السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين، حبايب كنوز الرياضيات. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. معاكم طبعا ميس سحر، وجدول الضرب حكاية مع ماشا والدب. والنهاردة ان شاء الله هنقول الحكاية الرابعة لجدول 5 في لحظة واحدة مع كنوز الرياضيات. يا ريت لو اول مرة تزورني عجبتك الفكرة وعجبك الجدول والشرح، يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة وعمل مشاركة للفيديو عشان يوصل لكل حبايبي الحلوين، واللايك. ومش هطول عليكم مع جدول الضرب حكايه مع ماشا والدب وميس سحر صبري، ويلا بينا. طبعا ماشا والدب كانوا زي ما هم متعودين مع بعض بقى وبيلعبوا كده. وقالوا النهارده ماشا قالت له يا دب انا عايزه بقى النهارده حكايه جديده لجدول 5. انت قلت لي الجداول اللي فاتت وكانت جميله جدا جدا الطرق بتاعتها وانا فهمتها بمنتهى السهوله، يا ريت بقى النهارده تقول لي حكايه لجدول 5. قال لها بس كده يا ماشا؟ حاضر، النهارده هقول لك جدول 5 في لحظه واحده وفي منتهى السهوله. الدب جاب بقى الكتاب بتاعه وقعد بقى يفكر ويشوف. قال لها بصي يا ماشا، جدول 5 سهل جدا. معروف طبعا لحبايبي الحلوين ان جدول 5 ان انا كل مره بزود 5، ولكن النهارده مع ماشا والدب هنقول لكم طريقه سهله جدا. الدب قال لها ايه؟ احنا هنقسم الاعداد لاعداد زوجيه واعداد فرديه. قالت له يعني ايه؟ قال لها يعني لما اجي اضرب في جدول 5 هنقسم اعداد زوجيه واعداد فرديه. ماشي. قالت له طب ايه هي الاعداد الزوجيه والفرديه؟ فكرني بيها. قال لها الاعداد الزوجيه اللي هي كل مره بنزود 2، عشان كده سميناها زوجيه، اللي هي 0 2 4 6 8. دي بنسميها اعداد زوجيه لانها كل مرة بنزود 2 بيبقى كل 2 مع بعض، فاسمها أعداد زوجية، اللي هي الاتنين الأربعة الستة التمانية العشرة الاتناشر وهكذا. قال لها أما الأعداد الفردية اللي هو بيبقى واحد لوحده، زي الواحد التلاتة عبارة عن 2 واحد في واحد لوحده، الخمسة عبارة عن 2 و2 وواحد في واحد لوحده، السبعة نفس الكلام 2 و2 و2 وواحد لوحده. فدايما لما بيكون في واحد لوحده بنسميها أعداد فردية. فالأعداد الفردية اللي هي واحد وتلاتة وخمسة وسبعة وتسعة. قال لها كده تمام؟ قالت له تمام. قال لها بصي بقى، الأعداد الزوجية كل اللي احنا هنستخدمه الأرقام 0 و5. قال لها فالأعداد الزوجية بتحب الصفر والأعداد الفردية بتحب الخمسة. اتفقنا يا ماشا؟ قالت له اتفقنا، الزوجية بتحب الصفر والفردية بتحب الخمسة. قال لها فلما اجي اضرب في الأعداد الزوجية، جهز كشكولك وقلمك يا باشمهندس وصحصح معايا وشوف احنا هنعمل ايه. 5 في 2، الاتنين زوجي، فاتفقنا الاتنين بتحب ايه؟ قالت له بتحب الصفر. قال لها خلاص هنكتب الصفر وهنجيب نص الاتنين. نص الاتنين كام؟ 1. يبقى 5 في 2 ب10. نقول كمان مرة، 5 في 4، الأربعة عدد زوجي يبقى الأحد بصفر. هتحب رقم صفر وتجيب نص الأربعة. نص الأربعة كام؟ 2. قال لها يبقى 5 في 4 ب20. قالت له إيه ده؟ يبقى أنا فهمت يا دب. 5 في 6، الستة بتحب الصفر وهجيب نص الستة. نص الستة 3، يبقى 5 في 6 ب30. قال لها برافو عليك يا باشا. قالت له 5 في 8، التمانية بتحب الصفر وهجيب نص التمانية. نص التمانية 4، يبقى 5 في 8 ب40. قال لها برافو عليكي. 5 في 10 برضو نفس الكلام، هنحط الصفر وهنجيب نص العشرة 5. قالت له الله، ده طريقة سهلة جدا. خلي بالك يا باشمهندس، أي عدد زوجي كده، يعني مثلا لو أنا هضرب 5 في 12، ال 12 بتحب الصفر وهات نص ال 12 6، يبقى 5 في 12 ب60. 5 في 14 برضو الأحد هيبقى صفر وهات نص ال 14 7، يبقى 5 في 14 ب70. شفتوا الموضوع في منتهى السهولة ازاي؟ يبقى الأعداد الزوجية لما اجي اضرب الخمسة في أي عدد زوجي نحط صفر وهات نص العدد. أما الأعداد الفردية، قال لها بصي بقى يا ماشا، الأعداد الفردية بتحب رقم 5. وطبعا كلنا متفقين اول حاجه 5 في 1، اتفقنا قبل كده ان الواحد ده المرايه بتاعتك. انت اما تبص في المرايه بتلاقي مين؟ بتلاقي نفسك. اهو نفس الكلام، الخمسة او اي عدد هيتضرب في واحد هيلاقي نفسه. فخمسة بواحد خلاص هي معروفة ب5. لو عايزين نعملها بنفس الطريقة قلنا الأحاد بيبقى ب5. 5 في 1 هنجيب الخمسة
وقبلها صفر فخلاص، يبقى 5 في 1 ب5. طيب 5 في 3، قال لها التلاتة فردي. قالت له طب هنعمل ايه في الفردي بقى يا دب؟ قال لها بصي يا ستي، اتفقنا الاعداد الفرديه بتحبي رقم كام؟ 5. في 5 في 3 هنكتب 5، وقال لها هتجيبي اللي قبل التلاتة. اللي قبل التلاتة 2، هاتي نصها، نص الاتنين 1. تاني نقول كمان مرة، 5 في 5، قال لها الخمسة فردي، بتحب الخمسة. هاتي اللي قبل الخمسة، اللي قبل الخمسة 4، هاتي نصها 2. تاني السبعة، 5 في 7، العدد الفردي بيحب 5. طب ايه اللي قبل السبعة؟ الستة، هاتي نص الستة 3. يبقى انا بجيب نص الرقم اللي قبله. 5 في 9، 9 بتحب الخمسة، هات الرقم اللي قبل التسعة 8، نص التمانية 4. يبقى في الأعداد الفردية هنجيب نصف الرقم اللي قبله. تمام، اتفقنا. يبقى الأعداد الزوجية هنزل الصفر وهجيب نص الرقم. الأعداد الفردية هكتب 5 واجيب نص الرقم اللي قبله. تمام. قالت له الله ده طريقه سهله جدا. قال لها طب تعالي بقى نشوف جدول 5 تاني مع بعض. 5 في 1، قالت له الواحد ده المرايه، اي واحد بيبص في المرايه بيلاقي نفسه، يبقى 5 في 1 ب5. 5 في 2، قالت له الاتنين ده زوجي، فهكتب الصفر وهجيب نص الاتنين، يبقى 5 في 2 ب10. 5 في 3، قالت له التلاتة دي فردي، فالتلاتة بتحب الخمسة، فأنا هكتب 5 وهجيب نص العدد اللي قبل التلاتة. قبل التلاتة 2، نصها 1، يبقى 5 في 3 ب15. 5 في 4، قالت له ال4 دي زوجي، فهكتب صفر ونص ال4 2، يبقى 5 في 4 ب20. 5 في 5، قالت له الخمسة دي فردي، فقالت له هنكتب رقم 5 ونجيب نص الرقم اللي قبلها 2، يبقى 5 في 5 ب25. 5 في 6، الستة دي زوجي، هجيب ايه؟ برافو عليكم، الزوجي بيحب الصفر، هكتب الصفر وهجيب نص الستة 3، يبقى 5 في 6 ب30. طيب 5 في 7، السبعة دي فردي، الفردي بتحب 5، وهجيب نص الرقم اللي قبل السبعة، اللي قبل السبعة 6، هات نصها 3، يبقى 5 في 7 35. 5 في 8، برافو عليك ب40. 5 في 9، التسعة فردي، اكتب 5 وهجيب نص الرقم اللي قبلها 8، يبقى 45. 5 في 10 بكام؟ حلها انت بقى يا باشمهندس. شفتوا بقى جدول 5 في منتهى السهولة ازاي؟ ومش بس كده، خلي بالك اي رقم في الدنيا هتعرف تضربه، لانك هتجيب نصه على طول، فالرقم في منتهى السهولة. قول لي كده، طب تعالى نشوف مع بعض. لو قلت لك اضرب لي 5 في 16، ال 16 دي زوجي، قلنا الزوجي بيحب ايه؟ الصفر، وهات نص ال 16 8، يبقى 5 في 16 ب 80. شفت بقى لما اجي اضرب رقم 5 في اي عدد زوجي ان شاء الله يكون ايه، اعرف اجيبه بمنتهى السهوله. والله سهله جدا. زي 5 في 20، اتفقنا الخمسة بتحب الصفر، نزل الصفر وهات نص ال20، 10، يبقى 100، يبقى 5 في 20 ب100. شفت بقى الموضوع سهل ازاي؟ يبقى اي عدد زوجي الخمسة هتتضرب فيه، الزوجي بيحب الصفر، نزل الصفر وهات نص العدد، وموضوع 5 بقى بمنتهى السهولة. شفت بقى؟ طب يلا بقى نلعب مع بعض لعبة الجدول. 5 في 8، ال8 عدد زوجي، اتفقنا الزوجي بيحب الصفر، وهات نص ال8 4، يبقى 5 في 8، برافو عليك، ب40. تمام. اللي بعده 5 في 7، السبعة فردي، فيا ترى 24 ولا 20 ولا 35 ولا 12؟ سامعاك يا باشمهندس، برافو عليك. واحد بيقول السبع المستحر فردي، الفردي بيحب الخمسة، وهنجيب نص العدد اللي قبلها يبقى 35، برافو عليك. 5 في 7 35. 5 في 4، الأربعة زوجي، هننزل الصفر وهنجيب نص الأربعة، تبقى الإجابة كام؟ 10؟ لا طبعا. 6؟ لا طبعا يا مسحر. 6 14؟ لا، امال كام؟ برافو عليك، 20. 5 في 4 ب20. 5 في 8، لسه قايلينها من شويه، هننزل الصفر وهنجيب نص الثمانية 4، يبقى 5 في 8 ب40. طيب 5 في 9، التسعة فردي، فيا ترى هتبقى 20
ولا 4 ولا 25 ولا 45؟ برافو عليك، 45. 4 في 4، نراجع بقى جدول 4. فاكرين جدول 4 ولا لأ؟ هو حد يكون ناسيه جدول 4؟ قلنا في منتهى السهولة. هنرجع الأربعة 2، برافو عليك. 2 في 4 ب8 وهنضاعفها تبقى 16. يبقى 4 في 4 بكام؟ برافو عليك، ب16. 4 في 9 نفس الكلام، هنرجعها 2. 2 في 9 ب18. 18 و18 36. برافو. 3 في 4، طبعا دي جدول 3. برافو عليك، هنطلع 4 صوابع وهنعد 3 في 4. برافو، ب12. لو اول مره تزورني ولو عجبك الفيديو والفكره، مش تنسى اللايك والاشتراك في القناه ودعمك لكنوز الرياضيات. مع تحياتي من سحر، وانتظروا الحكايه الخامسه وجدول 6. ويا ريت يا ريت اول باول تراجع الجداول دي وتحفظها، لانك هتحتاجها جدا جدا جدا. يا ريت، وان شاء الله انتظروا الفيديو الجاي. باي باي.